لو انت لسه ما تعرفش سر المنطقة 51 وايه اللي بيتم فيها فانت فايتك كتير قوي. طب لو انت تعرف لغز المنطقة 51 تقدر تقول لي ايه اللي بيتم فيها؟ هل فعلا امريكا على تواصل مع كائنات فضائية ولا في تجارب على بشر بتتم هناك؟ انا عملت فيديو كامل موضح فيه كل حاجة موجودة عندي على يوتيوب. لايك وفولو عشان تشوف كل جديد. سلام. يا ترى ايه اللي موجود ورا الجدار الجليدي؟ الجدار اللي موجود في اخر كوكب الارض، وايه علاقه قاره انتاركتيكا بالجدار؟ وهل فعلا التصريحات اللي قالها الطيار الحربي ريتشارد بيرد عن الجدار حقيقيه؟ قال ان في عالم تاني وحضاره متطوره عن البشر بمراحل ورا الجدار، وفعلا الكلام ده كله حقيقي ولا لا؟ كل دي اسئله متجاوب عليها بشكل كامل في الفيديو ده عندي على اليوتيوب. لايك فولو عشان تشوف كل جديد. سلام. عاوزك تسمع الفيديو ده للاخر لان في الفيديو ده في كارثه كبيره اللي هيشهد عليها واللي هيدفع ثمنها هم البشر. Should people be worried about AI perception? Yes, people should be aware of the potential risks associated with AI and robotics. حرفيا الروبوتات دي لو انتشرت وسطينا هتحصل كارثه كبيره لدرجه انها ممكن تنهي على حياتنا. واللي فاهم الكلام بتاعي ده كويس اللي هيكون فاهم في الاي اي واللي سمع مسلسل النهايه بتاع يوسف الشريف. لايك وفولو عشان تشوف كل جديد. سلام. شايف اللي قدامك ده كلب الملك امونحوتب التاني. من كتر حبه فيه امر بتحنيطه واتعمل له مكان خاص في المقبره بتاعته، حط معاه طوق الجلد بتاعه والطبق اللي كان بياكل فيه وكمان الحبل بتاعه، وده كله عمله عشان لما يبعث للجديد الكلب بتاعه يبعث معاه ويعيشوا حياه ابديه سوا. انا هعرف اقدم فيديوهات عن الغموض والاثاره والتسلية. لايك وفولو عشان تشوف كل جديد. سلام. مش عاوز اصدمك واقول لك ان ياجوج وماجوج مش كلهم ورا السور ومردوم عليهم، وان في اتباع ليهم عايشين في وسطينا عادي جدا. بقلب في اليوتيوب بالصدفه بعد ما نزلت الفيديو ده بتاعي لقيت الحلقه دي قدامي للدكتور احمد نور. تعالوا بقى اما الخص لكم كل اللي قالوا في الحلقه. قال ان ذو القرنين لما جه يردم السد على ياجوج وماجوج ما ردمش عليهم كلهم وساب نسل منهم بره وسماهم بالترك، ومش مقصود بيهم الناس الاتراك، مقصود بيهم يهود بني الخزر. والجماعه دول اتبعوا اليهوديه الصهيونيه. نسل ياجوج وماجوج هم الصهاينه وهم الماسونيه. صدمه ليك انا عارف. الصدمه بقى مش في اللي فات، الصدمه في اللي لسه هقوله لك. وللعلم يهود بني اسرائيل غير يهود بني الخزر، واليهود دول عمرهم ما كانوا بيعمروا في الارض ودايما كانوا بيفسدوا فيها. كل حاجه حرام تتخيلها او ما تتخيلهاش هم بيعملوها. والدليل على كده اللي بيحصل لاخواتنا في غزه دلوقتي. ايه اللي هيحصل لو في حرب عالميه ثالثه يا قام؟ لما سالوا اينشتاين عن الحرب العالميه الثالثه قال ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان الحرب العالميه الرابعه هتكون بالعصايه والحجر. يعني معنى كده اننا مع الرغم مع وجود تطور التكنولوجيا والاسلحه اللي موجوده معانا دلوقتي الا اننا هنرجع للعصر الحجري من جديد. بمعنى اصح ان في دمار شامل هيحصل للبشريه. ومن ضمن الاسباب المهمه اللي بتمنع الحرب انها تقوم ان كل دوله بقت تمتلك نووي. يعني هتضرب حاضر. الفيديو ده هيكون من اول الفيديوهات على السوشيال ميديا اللي بتتكلم عن سحر السميات، سحر خداع العيوب. والسحر ده وظيفته ان هو بيخدع البصر ومفعوله بينتهي بعد 24 ساعه. على بقى اما اقول لك السحر ده بيتعمل ازاي، بس انا خلي مسؤوليتي تماما من اي حد هيحاول يجرب اي حاجه في الفيديو. انا كل اللي بعمله بحاول ان اوصل لك معلومه على قدر الامكان بس. والسحر ده عباره عن ان الساحر بيجيب 9 خفافيش وبيحطهم في قدره من النحاس، بيحط القدره دي على النار لمده 6 ساعات لحد ما الخفافيش دي تبقى رماد. بعد كده بيدخل الساحر خلوه مع نفسه لمده 11 يوم بيقعد يقول فيهم الاقسام والطلاسم بتاعته على القدر. وفي اليوم الاخير من الخلوه بيظهر له الخدام بوش خفافيش لكن بهيئه بني ادمين. من علامات نجاح السحر ان هو بيسمع ويشوف رعد وقت ظهور الخدام. وبعد كده يرش الساحر رماد الخفافيش على اي حاجه فتظهر ممكن الماس وممكن ده. وبعد يوم بالظبط بيكون مفعول السحر اختفى، وبكده يكون قدر ان هو يخدع الناس. في كتب ومخطوطات قديمه بتقول ان ده نفس السحر اللي كان بيستخدمه فرعون واتباعه زمان. لايك وفولو عشان تشوف كل جديد. سلام. ما سألتش نفسك مرة هل الرئيس الأمريكي بايدن روبوت؟ الشخص ده حركاته زي حركات الروبوتات بالظبط، وده السبب اللي مخلي ناس كتير تشك إن هو إنسان عادي. وفي جزء تاني من الناس بيقول إن هو مريض وعنده الزهايمر. طب لو هو فعلا مريض إزاي دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية سايبة الرئيس بتاعها كده؟ والدولة إزاي مش بتاخد أي إجراء للموضوع ده؟ أنت من رأيك هو إنسان عادي ولا روبوت؟ هطلب منك طلب بسيط جدا. عاوزك توصل للعالم كله رساله غامضه وبطريقه غير مباشره. يا ترى ايه هي الطريقه اللي انت هتستعملها؟ عشان كده عاجبني جدا ذكاء الماسونيه لما يحبوا يوصلوا لينا رساله ليهم 1000 طريقه. ومن اذكى الطرق اللي استخدمتها الماسونيه عشان توصل لينا الرسائل اللي هم عايزين يوصلوها المسلسل الكرتوني سيمبسون. عارفوا ازاي يخدعوا العالم كله من كرتون للاطفال عشان في الاول وفي الاخر العين ما تكونش عليهم ويقولوا ده كرتون للاطفال. لو عاوز تعرف تفاصيل اكتر عنهم فانا سايب لك لينك فيديو لقناه اليوتيوب بتاعتي في الباي. في فيديوهات بتقول ان سفينه سيدنا نوح عليه السلام ما كانتش
كانش سفينه عاديه من الخشب زي السفن الموجوده كده يعني، وانها كانت عباره عن مركبه فضائيه كبيره، علماء كتير ومختبر بيولوجي، واستدلوا بايه من القران بتقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى اذا جاء امرنا وفار التنور كنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين. وفسروا الايه دي ان المقصود بيها الكروموسوم اكس اكس واكس واي، يعني زوجين من كل مخلوقات الارض وليس الاجسام. اما عن باقي المخلوقات فتمت ابادتهم بالطوفان. وقالوا كمان ان في زمن سيدنا نوح كان عندهم حضاره متطوره عن اللي احنا فيه، واللي احنا فيه حاليا اقل من اللي هم وصلوا له زمان. اتمنى جدا ان الفيديو ده لو وصل لحد من المفسرين يوضح ايه المقصود. 7 معلومات انت ما كنتش تعرفها عن البيت الابيض. البيت الابيض مؤمن جدا على اعلى مستوى لدرجه ان هو فيه حوالي 3200 حارس وحوالي 1300 ضابط وقناصين على اعلى مستوى، وكمان الشبابيك بتاعته مضاده للرصاص، وكمان موجود فيه منظومه دفاعيه صاروخيه. الاهم كمان ان هو فيه سرداب تحت الارض. الاهم بقى من اي حاجه فاتت من اللي قلناه ده كله ان هو فيه مخبأ سري عشان لو حصلت حرب عالميه ثالثه. 95% من الناس ما يعرفوش المعلومات دي عن سبيس تون. خليك انت بقى من ال 5% وتعالى اسمع اللي هقوله لك. الكلام اللي هقوله ده من على لسان موظف من ضمن اللي كانوا شغالين في قناه سبيس تون. بيقول لك بقى حلقه الكرتون الاجنبيه كانت بتجيلهم بفكرها الغربي وثقافتها الغربيه، وكان كل المطلوب مننا اننا نعيد صياغه الحلقه من جديد بحيث انها تتناسب مع الثقافه العربيه الاسلاميه بتاعتنا. حرفيا الحلقه الواحده احنا كنا بنحذف منها كميه مشاهد بالعبيط، مشاهد بقى فيها رموز للالهه والوثنيه والماسونيه والجماعه دول كلهم، وغير كمان المشاهد اللي بتسيء للاديان السماويه. وكمان الحلقه كان بيبقى فيها افكار شاذه خاصه في الانمي الياباني. كل ده احنا كنا بنعيد صياغته من تاني بحيث ان هو يتناسب مع الثقافه العربيه الاسلاميه بتاعتنا. كنا كمان في اوقات كتيره بنرفض نشتري الحلقه اللي القناه مش هتعرف تشتغل عليه، وده كله بسبب كتر المشاهد المحرمه اللي موجوده في الحلقه. ومعنى ان احنا نعمل اعاده صياغه للحلقه ده ما كانش امر سهل خالص علينا، لان الدقيقه الواحده من اعاده صياغه الحلقه كانت بتاخد مننا بالساعتين والثلاثه وازيد من 5-6 ساعات كمان. كنا دايما كل التيم اللي شغال في القناه علينا مسؤوليه كبيره ان الحلقات اللي بتتعرض دي هتكون للاطفال هم جيل المستقبل، ودي كانت معلومات مهمه احنا كلنا ما كناش نعرفها عن قناه سبيس تون. اولا كده الفيديو اللي قدامكم ده فين؟ ليه بقى؟ لان لو قرش الميجالودون لسه موجود لحد دلوقتي حرفيا مش هيبقى فيه لا مصايف ولا سفن ماشيه في البحر خالص، ولا هيكون في اي نشاطات خالص من اللي احنا بنشوفها في البحر. ليه بقى ده كله؟ تعال اما اقول لك ليه. قرش الميجالودون طوله اكتر من 18 متر وعرض فكه اكتر من 3.5 متر، والاكل بتاعه كان عباره عن القروش والدلافين، يعني حرفيا ما كانش فيه حاجه تقدر تقف قصاده. تقول لي بقى لا حوت ولا غيره ولا اي حاجه تقدر تقف قصاده. والقرش ده انقرض من ازيد من 30 مليون سنه، فالحمد لله على نعمه عدم وجوده. هظلمك ب 11 معلومه في 11 ثانيه انت ما كنتش تعرف عنهم حاجه. خليك معايا للاخر وسوق. اللي انت شايفه قدامك في الصوره دي تكوينات طبيعيه في القاره القطبيه الجنوبيه بدون تدخل اي انسان. الحيوانات اللي انت شايفها قدامك عظم دي لولا الحمم البركانيه كان زمان في ديناصورات عايشه معانا. اما عن الصوره اللي قدامك دي فهي من النوادر، لان الطياره اللي قدامك دي تراث بي 29 كسرت حاجز الصوت. اللي انت شايفه قدامك ده غنم البحر. سبحان الله. تقريبا في الصوره دي في روبوت نظرته موجهه لينا بس احنا مش واخدين بالنا. ده دليل فعلا ان الاطباق الطايره والمكوك الفضائي مش خيال. اقل من 1 ملم من ميه المحيط بتكون شايله ازيد من مليون فيروس مختلف. الصوت اللي بيخرج من حوض العنبر كفيل ان هو يخليك اصم لو انت سمعته وانت في البحر. زئير الاسد انت تقدر تسمعه من على بعد 8 كيلو متر، يعني عندك فرصه انك انت تقرا. ما تخافش ده مش شبح ولا حاجه، ده عمود نور بس الشجر مغطى عليه. تعالوا ناخد جوله مع بعض ونكتشف فيها سر الجدار الجليدي، السر المخفي عن ناس كتير. هل انت في يوم فكرت ان في ارض اوسع من ارضنا؟ في الايام الاخيره اكتشفوا ان في كسر عميق في الجدار الجليدي في القطب الجنوبي، وده عن طريق سفينه اخترقت الحمايه. طب هو ليه في حمايه اصلا على جدران جليديه؟ الغريب اصلا في الموضوع ان كل شخص عشان يروح للقطب الجنوبي عند الجدران الجليديه محتاج تصريحات وموافقات من امريكا. يعني لو الموضوع مش مهم ايه اللي يخليكم تسيبوا حراسات بالشكل ده وسفن حربيه وطيارات هليكوبتر وكل حاجه؟ ايه المهم ورا الجدار الجليدي اللي يخليكم تعملوا ده كله؟ ندخل بقى في الجزء المهم، ان في طيار حرب امريكي اسمه ريتشارد بيرد، والطيار ده مهتم باكتشاف امر القطب الجنوبي، وهو عمل رحله بالطياره الحربيه ودخل ورا الجدار الجليدي. تعالوا بقى اما اقول لكم هو قال ايه. في الفيديو اللي فات على طول اللي قبل ده كنا بنتكلم فيه عن الجدار الجليدي وعن اللي قاله الطيار الحربي ريتشارد بيرد، والفيديو ده الجزء الثاني من الفيديو اللي فات. فلو انت ما سمعتش الجزء الاول روح اسمعه وتعالى اسمع الفيديو ده عشان القصه تكون كامله معاك. في سنه 1930 قال ان هناك في ارض غير ارضنا، ارض اسمها اجارسا وفيها سكان متطورين عننا بمراحل كتيره جدا جدا، والكلام ده ذكره في مذكراته. وبعدها على طول مباشره حصلت عليه عمليه اغتيال، والمتسبب في عمليه الاغتيال هي امريكا، وقالوا ان هي سكته قلبيه عاديه جدا يعني. وفي روايه
نشرت نفس الكلام اللي قاله الطيار بس قبليه ب50 سنه، وان فعلا في ارض تانية غير ارضنا وكمان فيها ناس عايشين عليها. لو رجعنا بالزمن شويه لورا هنلاقي ان كان في فيلم انمي اسمه على نفس اسم الارض، والفيلم اسمه اجارسا، وقصته ان بطله الفيلم في رحله لعالم خفي. طيب هي ازاي الارض دي وسكانها ما ظهروش على الاقمار الصناعيه؟ لايك وفولو شير واستنوا الجزء الثالث من الفيديو. الجزء الثالث والاخير من سر الجدار الجليدي. من قبل كام شهر اكتشفوا جزيره جديده ما بين كندا وجرينلاند، والجزيره دي اتشكلت من قبل حوالي 60 مليون سنه. وفضل السؤال متداول على لسان الناس، انتوا فعلا بتكتشفوا ايه اللي ورا الجدار الجليدي ولا اكتشفتوا ومخبيين علينا؟ اللي جوه الدايره الحمراء دي ارضنا اللي احنا عايشين فيها، وكل الاراضي اللي بره الدايره دي اراضي مش موجوده في خريطتنا في الوقت الحالي. وواحد من المستكشفين قال ان في جزيره هناك اسمها وايتيتا، وقال ان الناس اللي عايشين هناك راسهم زي الكلب وجسمهم زي البشر، واستدلوا بكده من الرسومات الفرعونيه. والخريطه اللي اتنشرت اسمها خريطه مونتي اللي موجوده من سنه 1587. يعني العلماء اللي من زمان معترفين ان في ارض تانية غير ارضنا وحضارات تانية وبشر احنا ما نعرفش عنهم اي حاجه. وفي سنه 1930 كان في كتاب بيتكلم عن قاره انتاركتيكا اللي موجوده ورا الجدار الجليدي، وكمان كل الكلام اللي متداول ما بيننا ده كانوا بيدرسوه في المدارس. وفي سنه 1986 وقفوا كل حاجه تخص الدراسه عن الجدار الجليدي. فانت من وجهه نظرك تتوقع ان فعلا في حاجه موجوده ورا الجدار الجليدي؟ في البايو عندي سايب لك لينك القناه بتاعتي فيها تفاصيل اكتر عن الجدار الجليدي. الثعبان اللي قدامك ده اكتر ثعبان يثبت لك انك ما تامنش لاي حيوان قدامك لمجرد ان شكله حلو كده وكيوت، ولو قابلته انت لازم تاخد بعضك وتجري على طول، لانه لو طالك فقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. الثعبان ده اسمه بومسلانج، هو واحد من اشرس انواع الثعابين، وده ما بيبانش عليه الشراسه خالص، واللدغه الواحده من الثعبان ده بتخلي جسمك حرفيا كله ينزف دم من كل حته، وده كله بسبب ان السم بتاعه قوي لدرجه ان هو بيفكر الاوعيه الدمويه في الجسم كله. المشكله بقى في كده انك لو اتلدغت منه فانت محتاج 3 عبوات من مضاد السم بتاعه، والمشكله الاكبر ان هو بيعيش على الشجر ومش بيبان في وسط الشجر اصلا. يعني انت لو ماشي في مكان فيه شجر كتير زي جنينه مثلا فصعب جدا انك تشوفه. بس الميزه الوحيده في الثعبان ده ان هو مش عدواني ومش بيهاجم البشر الا لو حد اتعرض له. الفيديو اللي هعرضه قدامكم ده خلانا استنتج نظريتين، وفي نظريه ثالثه بس احنا هنستبعدها تمام، الا وهي ان الفراعنه هم اللي بنوا الاهرامات، وده مستحيل لان مفيش قوه جسديه ربنا خلقها تقدر تبني مبنى بالصرح العظيم ده. والنظريه الاولى واللي انا مش برجحها ان الفضائيين هم اللي كانوا موجودين وساهموا في بناء الاهرامات. والنظريه الثانيه وهي اللي انا برجحها وبشده وكمان مبنيه على دراسه وتحليلات، الا وهي ان الفراعنه استخدموا السحر وسخروا الجن في خدمته. هتقول لي طب الجن يقدر يعمل كل ده؟ هقول لك يا صديقي ان كل الانهار والمحيطات المحيطه بيك من كل ناحيه ربنا عز وجل قدره هو اللي امر الجن بحفرهم، معنى كده انهم عندهم القوه البدنيه اللي تخليهم يبنوا بدل الهرم مليون هرم. هتقول لي طب ايه المنطق اللي يخلينا اصدق ان هم فعلا اللي بنوا الاهرامات؟ هقول لك برضو يا صديقي العزيز ان الملك الفرعوني زمان قبل ما يموت كانت دايما وصيته ان ممتلكاته الثمينه تكون معاه في مقبرته عشان البعث وعشان حاجات تانية كتير مش موضوعنا دلوقتي. فكان عشان يحافظ على ممتلكاته دي من السرقه كان بيستخدم تعويذ، والتعويذه طبعا كانت بتحضر الجن، معنى كده ان الفراعنه زمان كان عندهم القدره انهم يسخروا الجن في حمايتهم. في دكتور الماني اسمه بورهيف، الدكتور ده ليه تجارب علميه معقده احيانا هي مش احيانا، هي دايما. يعني هو كان مشهور ان هو بيعمل تجارب علميه على السجناء اللي محكوم عليهم بالاعدام لانهم كده كده ميت. طبعا كان بيتفق معاهم ان هيدي مبلغ مالي لاهلهم مقابل ان هيعمل عليهم تجربه علميه نهايتها الموت. وفي يوم من الايام الدكتور جاب مسجون وقال له هنعمل عليك تجربه علميه، وهي اننا هنسحب الدم من جسمك، وده عشان نشوف التغيرات الفسيولوجيه الطارئه للجسم في كل لحظه بيتسحب فيها الدم. وفعلا جاب المسجون وقعده على كرسي وغمى عينيه ووصل فيه الكانولا، وجاب جردل كده وحطه جنب الكرسي، وفعلا قطرات الدم بدات تنزل في الجردل، وبعد دقائق بسيطه بدا وش الشخص ده في انه يصفر تماما لحد ما مات. فين المفاجاه بقى؟ المفاجاه يا صديقي ان الدكتور ما كانش بيسحب دم اصلا، وان التجربه من الاساس ما كانتش معموله عشان يشوفوا التغيرات الفسيولوجيه من سحب الدم، وان التجربه اتعملت عشان يقيس قوه التاثير النفسي ما بين قوسين الوهم وقوه وظائف الجسم وسيطرته عليها، وبرده تحضيرها في نفس الوقت لو اخذ اشاره من المخ ان في حاجه معينه هي اللي هتحصل. المفاجاه الاكبر بقى ان الدكتور ما